حاجات عجيبة غريبة يذكرها هذا الرجل. المقطع رقم 6 أنا داير لأنه أنا عندي لسه أنا ما أدري براو محمد المنتصر براو. في مبحثين لابد أن نتناوله. المبحث ذا لأنه في نقاش من بعض الجهلة يقولونه هل هذا اسم من أسمائه تعالى؟ أو أوه أو أوه. أنا أقول لو جينا من ناحية الإنصاف في أوه دي مختلف فيها. قيل ما من أسمائه تعالى وضراي عند العلماء، والرأي الثاني وهو رأي معتبر إنه من أسمائه تعالى. طيب أول مسألة قال بعض الجهلة. طيب أنت قلت هو رأي بعض العلماء وقلت رأي ده رأي بعض العلماء، يكون نحن جهلة كيف؟ ده بس افترضنا دي من البداية. بعدين قال هو رأي معتبر. طيب وين الدليل؟ وين؟ ما في دليل. ما بيبقى رأي معتبر إلا بدليل. في دليل قال وقد قال بعض العلماء. منو؟ سمي. هل تستطيع أن تسمي من قال به من العلماء؟ هل تستطيع أن تذكر عالما يمكن أن يتورط في هذه الورطة؟ دي ورطة، دي ما في عالم بيقول كلام زي ده. طيب أول حاجة هذا الكلام فيه نقص لله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايته، وهي التي فيها التعظيم. نشوف هل فيه تعظيم بوجه من الوجوه. ده لسان العرب لابن منظور وهابي. طيب قال بيتكلم عن أوه، قال وقولهم عند الشكاية أوهم من كذا ساكنة الواو إنما هو توجع، وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا من كذا. ده من لجنه للتوجع. ومشى لقدام قال الأزهري هو حكاية المتأهي في صوته، وقد يفعله الإنسان شفقة وجزعا. قال ورجل أواه كثير الحزن، يعني أنت لما تقول من أسماء الله يعني الله شنو؟ كثير الحزن. دي صفة نقص ولا ما نقص؟ فده كفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال وذر الذين يلحدون في أسمائه. الإمام مجاهد عليه رحمة الله التابعي قال يلحدون اشتقوا اسم اللات من الله والعزى من العزيز. فهمت؟ ونحن نقول أن الصوفية اشتقوا اسم من الله، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى.